تأتي قناة MBC في إعلان باطني خبيث ظاهره لرمضان وباطنه احتفالا بقرب ظهور الدجال، وبإنتاج يؤكد ما يحصل مؤخرا ويعزز النهج الذي تتخذه منذ سنين طويلة والذي بدأ ينكشف الآن، وذلك عن طريق دماها الكرتونية التي باتت لها شهرة واسعة في العالم الإسلامي. يبدأ المشهد الأول بموسيقى تدل على اقتراب أمر ما. يظهر العنوان الرئيسي بليالي فنانيس ولا وجود لرمضان فيه، إلا أن الأهم من هذا كلمة سندباد، وسنشرح لك معنى هذه التسمية في وقت لاحق ريثما تتوضح لك بعض الأمور. أولا، تبدأ موسيقى الأغنية بمشهد الغراب وبعين واحدة، ولهذه اللقطة مدلولان. الأول يدل الغراب دوما في المعتقدات الوثنية الأولى على الموت والمصائب والشر الكبير، وأما العين فهي ترمز دوما للدجال التي يؤمن أتباعه أنها ترى كل شيء. وبعدها يطير الغراب إلى مركب الوفد ويحط على دفة القيادة، وهنا تبدأ الأغنية بقول مرحب يا هلال. وما هو قادم في هذا المقطع سيثبت لكم أنها لا تعني لهلال رمضان، وإنما لعلامة الغراب التي اقترنت مع بدء الأغنية وهو ينظر للمشهد. ونجد أن السفينة التي يقطنها الوفد هي سفينة ظهرت في مسلسل عربي يدعى جزيرة غمام، الذي يتحدث عن شخص باع نفسه للشيطان وتجسد في جزيرة تماما كما ورد في قصة الدجال التي رواها الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، وفقا لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم. نجد في الإعلان أنهم استخدموا نفس تصميم السفينة التي ظهرت في ذلك المسلسل لإيصال الفكرة لعقلك الباطني بسهولة، وأيضا تطبيقا لما جاء في قصة تميم الداري عندما كانوا في البحر وهاج بهم وماج إلى أن كشفت لهم جزيرة في وسط البحر قابلوا فيها الدجال. وقد قمنا سابقا بإعداد فيلم كامل عن قصة تميم الداري وجزيرة الدجال، يمكنكم مشاهدتها من خلال الرابط أسفل المقطع في قسم الوصف والتعليق. كلمة رمضان التي كتبت على الشراع في الإعلان كتبت أحرفها بطريقة تجمع بين الأحرف اللاتينية والعربية وبرسم يشبه كلمة رمضان. انظر لحرف الميم وهو يظهر بشكل حرف لاتيني، ووضع فوق حرف الضاد الذي لا يظهر برسمه خط مستقيم صغير عوضا عن النقطة، بينما وضعت النقطة فوق حرف النون بشكلها الطبيعي العام. هذا يؤكد بدون شك أن الكلمة مكتوبة بإحدى لغات التعمية بحيث تظهر على شكل كلمة رمضان، إلا أن لها مدلولا آخر وما زلنا نبحث في هذا الموضوع لمعرفته. يطير بعد هذه اللقطة أحد الشخصيات الكرتونية مباشرة في وسط المثلث، ويرتبط المثلث دوما بالهرمسية والمحافل السرية، وبعدها يظهر الأطفال خارج منافذ على شكل عيون في السفينة، وهم الهدف الأعظم في هذا كله. ففكرة إنشاء شخصيات كرتونية وبث تلك الرسائل الهدف فيها التأثير على الطفل وإنشائه على تقبل تلك الأفكار الباطنية. وهنا يظهر الحوت الملون الذي ظهر القدم على ثنايا جلده وهو يحمل جزيرة حجرية من قلب البحر، ويظهر المشهد لبضع أجزاء من الثانية كيف تتساوى الجزيرة فوق السفينة وبالمقلوب، وهو شرك قديم نقش على اللوحة الزمردية ويقول كما هو فوق كذلك هو تحت، وهو مبدأ تقوم عليه الأفكار الهرمسية الغنوصية والقبالية اليهودية وتعتمده محافل العالم السرية أجمع. يظهر الحوت برأس أخضر، وسنشرح لكم هذا المعنى لاحقا في هذا المقطع. قد تسأل ما هو الهدف من مشهد خروج الجزيرة من قلب الماء؟ وفقا لما ذكره الصحابي تميم الداري أن الجزيرة التي كان الدجال مقيدا فيها خرجت من قلب البحر بعدما هاج بهم، وهو ما نجده صراحة في إعلان MBC. ينتقل بنا المشهد لتحت البحر، وقد ركبت إحدى الشخصيات على ظهر الحوت وبيده راية سوداء قاتمة، وعلى ذيل الحوت تظهر إحدى شعارات ورموز المتنورين وهي الفراشة.
وهي رمز من الرموز الماسونية الخاصة بالتحكم بالعقل، أو كما يعرف بمشروع إمكي ألترا ومشروع مونارك الذي يهدف للسيطرة على عقول البشر من خلال أشياء تتعرض لها يوميا، أي التأثير على العقل الباطني من خلال التلفاز. ورمز الفراشة بات منتشرا جدا بين المشاهير والصور والشعارات. وللمرة الثانية تظهر العين الواحدة من خلال الحوت وهو ينظر بشكل جانبي إليك، ومن ثم تأتي القناديل لتشكل المنظومة الخماسية على شكل دائرة وفق الطقوس الشيطانية التي تعتمد النجم الخماسي. ومن قلب هذه الدائرة يخرج المقطع التالي، وقد وصل الأتباع للجزيرة التي كانت محمولة على ظهر الحوت. ورمز الحوت ذكر في مدلولات قديمة أنه حمل على ظهره الأراضين السبع. ونجد الغراب الذي ظهر في المقطع الأول يقف على ظهر الشخصية نفسها التي باتت تدل على القطيع الأعمى. وهنا تبدأ الرموز الكبرى بالظهور. على يمين الشاشة تظهر شجرة حمراء كبيرة التي ترمز للغابة الحمراء، وهي غابة يؤمن بها أتباع الدجال بأنها الجنة التي وعدهم بها. وقبل ذلك كانوا يغنون ويقولون: قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. فهل تعتقد أن المشهد مع الصورة والغناء كان صدفة؟ إن كنت تعتقد ذلك راقب هذا المشهد. مع قولي والله يرانا ويسمعنا يظهر رمز السرطان الذي يدل على الانتشار، ومن ثم يفتح باب حجري من قبل شخصيتين، أحدهما عملاق والآخر قزم، وهم يقدمون شخصية بعين واحدة يغلب عليها اللونين الأزرق والأخضر، وعلى رأسها قرن. وتفسير هذا المشهد واضح جدا وقد لاحظه الكثير من الناس، وهو يرمز للدجال وبكل وضوح وعلنية. وأما بالنسبة للونين فاللون الأزرق فيرمز لمشروع الشعاع الأزرق الذي سبق وتحدثنا عنه كثيرا، والذي من خلاله سيتم التأثير على الناس بتقنية الهولوغرام وأبراج الاتصال نحو دين جديد وهو دين الدجال، والتي باتت بعض الدول العربية تطبقه الآن. وأما اللون الأخضر فهو يرمز للقدرات التي أعطاها الله للدجال من أجل أكبر اختبار وفتنة للبشرية، وهي تحويل كل شيء يابس إلى حي، وبالأخص الأرض. فقد ذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن فتنته عظيمة، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. لذلك نجد هذا العام أن أغلب المهرجين والمضلين للناس صبغوا شعرهم بالأخضر ويقلدهم الآخرون بدون علم. وفي المشهد قبل الأخير تبدأ الاحتفالات بظهور الدجال وبشكل جنوني، بينما يقفون في الأسفل على بوصلة دائرية ب4 اتجاهات، وهي دلالة على انتشاره والعياذ بالله. وأما صاحب العين فهو في الأعلى، وهو تقديس علني من القناة له. وبعدها يظهر شكل الجزيرة وبشكل واضح، وقد تخللها القدم والتعرية في محاولة لقول أن هذا المكان قديم وقديم جدا. وأخيرا وفي آخر مشهد نجد أن الجزيرة عائمة فوق البحر على شكل عرش قديم، والدجال يقف أعلاها والغابة الحمراء على يساره. وأما الحوت فقد اختفت منه كافة آثار القدم بعدما انفكت منه الجزيرة. عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الصياد وقال: ماذا ترى؟ أجاب ابن الصياد بأنه يرى عرشا على الماء، فقال الرسول: إنه عرش إبليس، وهو ما يفسر المشهد الأخير وبصورة أشمل. بعد كل هذه الأدلة والبراهين بالصورة والصوت، إن من لا يزال نائما أو مشككا أو ساخرا نعتقد بكل يقين أنه سيكون من أول الناس التي ستتبع الدجال عند خروجه. فمن لا يرى في النور كيف له أن يرى في الظلام؟